انا عمري ما كنت بصدق في الحاجات دي. يعني ايه سلسال يلعن صاحبه؟ يعني ايه دهب قديم يخلي الناس تموت؟ كنت بضحك لحد ما السلسال بقى عندي. السلام عليكم، انا عبد الرحمن، وده برنامج حكاوي الرعب. لو انت لسه جديد او لسه جديد في القناه، ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو دوت. ويلا بينا نكمل بقى احداث القصه. انا اسمي كريم، 27 سنه، شغال مصور افراح. شغلي بيخليني الف في اماكن كتيره وادخل بيوت ناس معرفهاش. وفي ليله حياتي اتشقلبت. كان عندي فرح في منطقه قديمه جدا في القاهره. البيت كان ضخم بس شكله غريب، كانه واقف بالعافيه. الحيطان متشققه والسلم بيطلع صوت كأن حد بيتنفس. وانا بصور الكهرباء قطعت، الناس كلها صرخت، وبعدها النور رجع بسرعة. بس وقتها شفت حاجة غريبة. في المراية اللي ورا العروسة كان في ست واقفة، مش من المعازيم، لابسة فستان اسود قديم وشعرها مغطي وشها بالكامل. افتكرتها واحدة واقفة ورايا، فبصيت بسرعة، مفيش حد. رجعت ابص للمراية، اختفت. قلبي دق بسرعة، بس حاولت اضحك على نفسي، اكيد تهيؤات من التعب. بعد الفرح بجمع حاجتي، لقيت علبة صغيرة تحت الكرسي اللي كنت قاعد عليه. علبة خشب قديمة جدا. فتحتها، كان فيها سلسال ذهب غريب. السلسال كان تقيل بطريقة مش طبيعية، وعليه علامة محفورة شبه عين. بصراحة شكله كان غالي. استنيت حد يسأل عليه، محدش سأل. أخدته وروحت، ودي كانت أغبى غلطة عملتها في حياتي. أول ليلة صحيت الساعة 3:15 الفجر على صوت ست بتهمس، همس خفيف جدا قريب من ودني. رجعه. فتحت عيني بسرعة. الأوضة ضلمة، مفيش حد، لكن السلسال كان متحرك فوق الكومودينو وبيتمرجح لوحده. قعدت أبصله وأنا متجمد، وبعدين وقف فجأة. في اللحظة دي موبايلي نور، وصلت لي صورة وأنا معرفش مين بعتها. الصورة كانت ليا وأنا نايم. اتصورت من جوه أوضتي. قمت جريت، فتحت النور، فتشت البيت كله، مفيش حد. الأبواب مقفولة والشبابيك برضو مقفولة، بس كان في حاجة مكتوبة على المراية بالبخار: ما تلبسوش. أنا حسيت إني هتجنن. رميت السلسال جوه الدرج وقفلت عليه ونمت بالعافية. تاني يوم رحت الشغل عادي، بس كنت مخنوق بطريقة غريبة. حاسس إن حد ورايا طول الوقت. كل ما ابص في ازاز اشوف نفس الست واقفه بعيد ساكته، بس اقرب شويه كل مره. بالليل صاحبي مروان جه عندي، حكيت له كل حاجه وفضل يضحك. قال لي انت محتاج تنام يا عم، وقام فتح الدرج وطلع السلسال. اول ما لمسه وشه اتغير، الضحكه اختفت، وبقى باصص للسلسال كانه اتخدر. قلت له مالك؟ ما ردش. فضل مركز معاه، وبعدين قال لي بصوت واطي: هي مين الست دي؟ جسمي كله سقع. ست مين؟ بص وراه بسرعة. قال لي اللي واقفة وراك. انا حرفيا حسيت الدم وقف في عروقي. لفيت بسرعة، مفيش حد، بس سمعت نفس الهمس: رجعه. مروان رمى السلسلة على الارض وخرج يجري من الشقة وسابني لوحدي. الليلة دي كانت بداية الحقيقة. الساعة 3:15 بالظبط صحيت المرة دي على صوت نفسي. حد كان بيتنفس تحت السرير ببطء. أنا كنت متجمد، مش قادر أبص، لكن الصوت كان واضح. في حد تحتي. وفجأة السرير بدأ يتحرك. حاجة من تحت كانت بتخبط مرة، 2، 3، وبعدين صوت الست طلع من تحت السرير: بصلي يا كريم. أنا غمضت عيني بقوة، لكن الفضول قتلني. بصيت تحت السرير، مفيش أي حاجة. اتنفست بالراحة، وفجأة حسيت نفس سخن جدا على وشي. الست كانت واقفة فوقي مباشرة، وشها لازق في وشي، عيونها سودا بالكامل، وابتسامتها واسعة بطريقة مستحيلة. صرخت ووقعت من على السرير، ولما رفعت عيني عشان ابص لقيتها اختفت، لكن السلسال كان متعلق في رقبتي لوحده. حاولت اقلعه ما اتحركش، كأنه ملزوق في جلدي. كل ما اشده احس بحرقان. وفي نفس اللحظة بدأت اشوف حاجات، مشاهد: ست بتتقتل، راجل بيخنقها بالسلسال،
وهي بتصرخ، وبعدين الراجل دفنها جوه الحيطة. صحيت من الرؤية وانا برتعش، لازم اعرف ايه ده. رجعت البيت القديم اللي كان فيه الفرح، خبطت كتير لحد ما راجل العجوز فتح. اول ما شاف السلسال وشه اصفر، قال لي انت لبسته؟ قلت له مين الست دي؟ العجوز دخلني بسرعة وقفل الباب وقال لي من حوالي 40 سنة كان في بنت اسمها ليلى عايشة هنا، كانت مخطوبة لراجل غني، لكن يوم الفرح اختفت. الناس قالت هربت، بس الحقيقة ان خطيبها قتلها بعد ما عرف انها كانت عايزة تسيبه. خنقها بالسلسال ده، ومن يومها اي حد ياخد السلسال يشوفها وفي الاخر يموت. سألته بخوف اعمل ايه؟ بصلي وسكت شوية وقال هي مش عايزة تقتلك، هي عايزاك تشوف اللي شافته. رجعت البيت وانا تايه، الكلام كان بيلف في دماغي، وفي نص الليل الهمس رجع، لكن المرة دي كان اوضح. ورا الحيطة بصيت ناحية الحيطة اللي جنب سريري، ولأول مرة سمعت خبط جاي من جواها كأن حد محبوس. قربت ببطء وحطيت ودني على الحيطة وسمعتها، ست بتعيط. طلعني، جريت للمطبخ، جبت شاكوش وبدأت أكسر الحيطة. حتة الطوب كان بتقع بسرعة لحد ما طلعت ريحة بشعة، ريحة موت قديم. وبعدين شفت ايد هيكل عظمي، وفي رقبت نفس السلسال، وانا وقعت على الارض من الرعب. لكن فجأة سمعت صوت ورايا، شكرا. لفيت ببطء، ليلى كانت واقفة، لكن شكلها المرة دي مختلف، هادية وعينها طبيعية. ابتسمت لي وبعدين اختفت. السلسال وقع من رقبتي أخيرا. الشرطة جت، اكتشفوا الجثة فعلا، والقصة القديمة اتفتحت من جديد. الناس قالت ان روحتي كانت قوية اني استحملت، بس الحقيقة ان مخرجت السليم. لحد النهاردة بصحى كل ليلة الساعة 3:15 وبسمع نفس النفس تحت السرير، وفي كل مراية بشوف ليلى واقفة بعيد بتبتسم كأنها لسه مستنية حاجة. بس أسوأ حاجة ان السلسال رجع، كل مرة ارميه الاقيه تاني جنب سريري بيتمرجح لوحده. ولو وصلت لحد هنا بفكرك اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.